ايه رأيكم في الطعمية القمر دي؟ النهاردة هنعمل الطعمية في الاير فراير بطريقة سهلة جدا وهتطلع ناجحة معاكي من اول مرة. جالي اسئلة كتير عن الطعمية، ليه بتلزق مني في القلاية؟ ليه بتطلع مكتومة من جوه مش مستوية كويس؟ وليه بتنشف من بره وبتبقى محجرة ومتبقاش طعمها زي اللي مقلية في الزيت؟ هرد على كل الأسئلة دي النهاردة وهقولك على أسهل وأنجح طريقة جربتها وإزاي كمان تفرزي الطعمية وتطلعيها مجمدة على القلاية على طول ومتاخدش وقت منك. وهنعمل كمان الطعمية السادة والطعمية المحشية. جربيها واكتبي لي رأيك في التعليقات وقولي لي رأيك في الطعمية الخطيرة دي. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي جديدة. أنا هنا معايا السيليكون اللي بعمل فيه الكب كيك، هتشوفي كذا شكل معايا في الفيديو. أنا جايبة هنا عجينة طعمية متجهزة اللي بتتباع في المطعم، لأن مش كل الناس بتعمل عجينة الطعمية في البيت، فأنا حبيت أجربها لكم بالعجينه الجاهزه. لو انت عايز تعمليها في البيت براحتك، هي نفس النتيجه، المهم ان انا هعرفك تعمليها ازاي وتظبطي درجه الحراره ازاي. ولو عامله العجينه في البيت او جايباها جاهزه لازم تكون فريش ومضروبه كويس، يعني الهواء بتاعها لسه جواها. انا جايباها من المطعم والراجل لسه بيعملها قدامي. لو حسيها هبطانه شويه وممكن تضيفي لها ذره كربوناتو وتضربيها بالمضرب اليدوي، لكن لو هتدخليها الفريزر تتجمد ما تحطيش فيها كربوناتو خالص عشان ما تمررش منك. وهدهن السيليكون كويس بفرشة الزيت زي ما انت شايفة كده، وهوزع عجينة الطعمية. ما تكتريش، ما تخليش الطعمية السمك بتاعها تخين عشان تعرف تستوى كويس، وساوي الوش بتاعها بالراحة، ما تضغطيش عليها عشان الهواء ما يخرجش منها وتطلع مكتومة. شايفة الكمية اللي انا حطاها في القوالب قد ايه؟ ودلوقتي هبدأ اعمل الطعمية مقاس اكبر شوية برضو بنفس الطريقة، وهدهن باقي الزيت كده على الوش وهغطيهم كويس وادخلهم الفريزر يتجمدوا. دي الطعمية السادة. دلوقتي هعمل معاكم الطعمية المحشية. هدهن برضو قوالب السيليكون بالزيت كويس من كل الجوانب، ودلوقتي هستخدم السيليكون التاني ده، بتبقى علبة كده صغيرة فيها 6 قطع مع بعض. جيبي بقى الشكل اللي انت عايزاه، انا جايبة المربع، اي شكل اللي انت عايزاه تعملي بيه الطعمية شكلي بقى بمزاجك انت. هفتح العلبة التانية. انا هنا برضو باكد عليكي انك ممكن تضربيها بالمضرب اليدوي لو عايزاها تبقى هشة اكتر، انا لسه جايباها طازة فمش هضربها. وبدأت برضو اوزع الطعمية بنفس الشكل زي ما عملت في المرة اللي فاتت، لكن وزعت طبقة رفيعة قوي لان دي هنعملها طعمية محشية. الطعمية المرة دي حبيت ارش شوية سمسم، بعد ما دهنت السيليكون زيت هرش شوية سمسم، وبعدين احط عليها الطعمية الطبقة رفيعة زي ما قلت عشان لسه هنحط الجبنة. معايا هنا قطعتين من الجبنة الكيري، هقسم كل قطعة على 4، وممكن تحطي جبنة مثلثات عادي. والطعمية الأكبر شوية هحط ميكس جبن، موتزاريلا على شيدر على رومي، وهحط تاني طبقة رفيعة من الطعمية واسويها بالراحة بالمعلقة من غير ما اضغط عليها، وادهن وشها برضو زيت، وممكن ارش برضو شوية سمسم تاني على الوش. يبقى انا كده عملت طعمية بالجبنة الكيري والطعمية الكبيرة ميكس جبن، ممكن تحطي موتزاريلا بس او اي نوع جبنة بتحبيها. وهنا بوريكي ان ممكن احط قالب السيليكون على طول في الاير فراير وهي لسه العجينه طريه كده واعملها، مش لازم افرزها، لكن انا مش محتاجه الكميه دي دلوقتي كلها. هجرب معاكم 2 بس وهي لسه طريه وفريش، واشغل عليها 10 دقايق على درجه حراره 180. ما تزوديش درجه الحراره وتخليها 200 عشان ما تتحمرش من بره جدا وتحجر، ومن جوه تبقى لسه مش سوتش وطريه. وباقي الكميه هدخلها الفريزر وهجربها معاكم برضو وهي متجمده، وهنشوف هتاخد وقت قد ايه ونتيجتها ايه. احنا عارفين ان اي حاجه في الفريزر لو سبتيها مكشوفه بتنشف طبعا جدا. انا غطيتها بالاكياس الصغيره دي، لو مش عندك غطيها بستريتش راب باي حاجه موجوده عندك. وتعالوا نشوف الطعميه اللي في الاير فراير. شايفه الطعميه بقت متماسكه كده، دلوقتي اقدر اقلبها على الناحيه التانية عشان تاخد لون كمان وتستوي من الناحيه التانية. وهشغل عليها تاني 4 دقايق على درجه حراره 180. شايفه ما شاء الله الطعميه شكلها جميل جدا. انا بحبها نص سوا فما بحبش احمرها اكتر من كده. لو انتي عايزاها محمره زودي دقيقه او دقيقتين، اخر دقيقتين ممكن تزودي درجه الحراره على 200 عشان تتحمر اكتر وتوصل للون اللي انتي عايزاه، لكن بلاش من الاول تبقى درجه الحراره 200 عشان تستوى كويس من جوه وما تحجرش من بره. ودلوقتي هنجرب الطعميه اللي فرستها معاكم، هطلعها مجمده وهنشوف هنعمل فيها ايه. ولو لسه ما عملتيش لايك ما تنسيش اللايك والشير عشان عايزه الفيديو ده يتشاف لاكبر عدد ممكن. شايفه الطعميه بعد ما اتجمدت بتطلع بمنتهى السهوله. هحطها بقى في اكياس اللي هي سهله الغلق عشان اعرف افتح اخد العدد اللي انا عايزاه واقفل تاني. ولو ما عندكيش الاكياس دي ممكن تحطيهم في اي علبه في الفريزر. بس حطيت الطعميه الساده في كيس والطعميه المحشيه في كيس وكتبت عليهم عشان اعرفهم من بعض. ودلوقتي هنجرب الطعميه المجمده في الاير فراير. هحط واحده من اللي جواها ميكس جبن وواحده من اللي جواها جبنه كيري، وهنشوف هياخدوا وقت قد ايه.
ونتيجتهم هتطلع عامله زي الفريش ولا لا. وحطيتها على الشبكه من غير ما ادهن زيت ولا رش زيت ولا اي حاجه، هي كده كده كنت قبل ما افرزها كان عليها زيت. ودلوقتي هظبط درجه الحراره 12 دقيقه، عشان طبعا دي مجمده هتاخد وقت اطول. احنا الفريش عملناها 10 دقايق بس في الاول، دي هزودها 12 دقيقه على درجه حراره 180. ودي شكلها بعد 12 دقيقه ما شاء الله برضو حلوه جدا. هقلبها الناحيه التانية عشان برضو تاخد تسويه من الجهه التانية ولون. هزود برضو 4 دقايق على درجة حرارة 180، أو ممكن آخر دقيقتين تخليهم على درجة حرارة 200 لو انتي بتحبيها مقرمشة من بره واخدة لون أكتر. أنا عايزة أقولك إن بالنسبة لي الطعمية، أنا أول مرة أعمل الطعمية السنة دي في رمضان. أنا كنت بستخدم اللي هي الطعمية الجاهزة بتاعت بسمة عشان أعرف أعملها في الإير فراير بزيت قليل جدا، وما كانتش بتعجبني 100% عشان كانت بتبقى ناشفة شوية ومكتومة من جوه. بس كانت بالنسبة لي أحسن من اللي مقلية في الزيت، وخصوصا الزيت اللي بيتقلى فيه 100 مرة ده اللي هو في المطاعم. لكن بجد الطعمية لما جربتها وعملتها أنا بنفسي بجد خطيرة خطيرة خطيرة. أنا بالنسبة لي دي أحلى طعمية أنا أكلتها في حياتي، خصوصا إن أنا ما كنتش بحب أكل طعمية بسبب الزيت اللي فيها. كنت بتعب منها جدا، والطعمية من الحاجات اللي بتشرب زيت كتير ولازم تتقلى في زيت غزير جدا، هي والبتنجان. وعلى فكرة أنا عملت فيديو البتنجان برضو في الاير فراير، لو عايزة تشوفيه هتلاقيه في صندوق الوصف أو في قائمة التشغيل بتاعة الاير فراير. شايفة الطعمية لونها عامل ازاي؟ لونها تحفة. دي كانت محشية جبنة كيري والتانية محشية جبنة موتزاريلا، بجد خطيرة. لازم تجربوها يا جماعة وتقولي لي رأيكم. وزي ما قلتلك لو عايزة تحمريها أكتر زودي دقيقة أو دقيقتين، أنا بحبها نص سوا، انتي حرة بقى زودي لغاية ما توصلي لدرجة اللون اللي انت عايزاها. دي اللي كان فيها ميكس الجبن، شايفة المطة بتاعتها بجد الطعمية دي فظيعة. يلا اعملوها وجهزوها عشان سحور رمضان بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. رمضان كريم. ولو أول مرة تشوفيني، أنا قناة سو لايف مهتمية بوصفات الإير فراير والمايكرويف، وهتلاقي عندي قائمة تشغيل للمايكرويف وقائمة تشغيل للإير فراير. ودي بعض الوصفات اللي عملتها في القلاية الهوائية. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة. وأشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.